واعتقد الراديو ثيرابي انت او العلاج الاشعاعي بقى عندكم تكنولوجيز دلوقتي، ما بقناش بنشوف زمان العيان اللي كان بيتحرق جلده في الاول، بقت الموضوع فيري سموث وفيري سيمبل وبقى منظم. ده حقيقة. يعني هو طبعا مفيش علاج في الدنيا ملوش آثار جانبية، صح. بس طبعا احنا اتحركنا من ساعة لما بدأت. أنا فاكر لما بدأت نيابتي كنا بنشتغل حاجة اسمها ثنائي الأبعاد 2D، وبعدين لما بقى عندنا ثلاثي الأبعاد كنا فرحانين قوي. دلوقتي ثلاثي الأبعاد ده بنستخدمه في عدد محدود من الناس، بينما عندنا بقى حاجة اسمها متعدد الشدة وجراحة إشعاعية. حتى الناس بتتلخبط بتفتكر ان دي جراحة، لا هو جراحة إشعاعية ده نوع من أنواع العلاج الإشعاعي، زي السايبر نايف، زي كل الاجهزه دي، زي الجاما نايف، كل دي اسمها جراحه اشعاعيه، ودي موجوده عندنا برضو. دي اللي بتسمح لنا ان احنا ننشن على حته صغيره قوي ونعلي عليها الجرعه ونقدر نحمي الانسجه. طبعا ده يعني بفضل تقنيات رهيبه وتطور علمي حصل في الحته دي، واجهزه غاليه جدا. الاجهزه دي يمكن دلوقتي ب 100 150 مليون جنيه عشان تقدر توصل لنا لمجرد بس ان تعرف تنشن كويس على المكان اللي احنا عايزين نعالجه. وبعدين طبعا هرجع يعني اوافقك جدا في اللي انت بتقوله. الدنيا اتغيرت. قصه بقى ان الدكتور اليافطه بتاعت زمان دي اللي كانت دكتور باطنه وجراحه ونسا واطفال والكلام ده ما عادش يحصل. يعني ساعات يجي لي مريض عنده نوع من انواع الاورام انا مش متخصص فيها، يقول لي طب قول لي رايك، اقول له ما اعرفش. يقول لي ما تعرفش ازاي؟ مش انت دكتور اورام؟ لا ما اعرفش الحته دي بتاع الدكتور احمد مجدي، انا ما فهمش انا فيها. التخصص دلوقتي بقى مهم جدا، والحقيقه العالم كله بقى كده دلوقتي سب سبيشالايزد.